الآن، ما هي نسبة البقاء على قيد الحياة إذا تم وضع المريض على جهاز الإيكمو؟ وما هو الخطر المرتبط بخدمات الإيكمو؟ الآن سأبدأ بالموضوع الأول، المخاطر المتضمنة. لذا بشكل عام هناك 2 إلى 3 مضاعفات رئيسية أول مناقشتها، أحدها هو النزيف، ثم يأتي بعد ذلك العدوى، ثم الثالث هو الإيكمو المطول. الآن نأتي إلى السؤال الثاني والأكثر أهمية، ما هي نسبة بقاء المريض على قيد الحياة على جهاز الإيكمو؟ إذا نظرنا إلى الإحصائيات العالمية، فسيتم وصفها بشكل مختلف في دراسات مختلفة. الآن بالانتقال إلى مثلا تقول إلسا أن نسبة البقاء على قيد الحياة تتراوح بين 40 إلى 60، يمكن أن تصل حتى إلى 70% اعتمادا على المرض، واعتمادا على الفريق، واعتمادا على السياسات التي يتبعها المستشفى.